مرحبا، اليوم بشارك معكم وصفة كورية يابانية لكن بلمسة عربية. وصفة خفيفة تناسب السحور أو الفطور أو حتى وجبة بعد التمرين، كلها بروتين عالي، كمان هي خيار صحي ومغذي يناسب كل الأوقات. خلونا نشوف كيف نسوي التاماغوياكي بنكهة عربية بطريقة بسيطة ولذيذة. عندنا من الخضار بصل أخضر وجزر، لازم تكون الخضار مقطعة قطع صغيرة حتى يسهل لف الرول. وممكن نعمل الوصفة بدون خضار، دايما أستخدم المكونات اللي تحبوها. لتتبيل الوصفة نحتاج ملح وسكر، لكني بستبدل السكر بفلفل أسود وكركم. ممكن تكون طريقة اللف صعبة شوي، بس صدقوني النتيجة ممتعة وتستاهل المحاولة. الآن في وعاء نضيف عدد البيض المطلوب، أنا استخدمت 3 حبات. نضيف التوابل والخضار ونبدأ في مزجهم جيدا. نسخن المقلاة، ندهنها بزيت السمسم، نوزع طبقة رقيقة من المزيج، نقوم بطيها كما تشاهدون. نضيف كمية أخرى من المزيج ثم نقوم بطيها. نستمر بهذه الطريقة حتى انتهاء الكمية، وراح نحصل على ألذ وأجمل رول بيض. نضيف دهن إن احتجنا لذلك. تقدروا تعملوا الوصفة في مقلاة دائرية، نتركه يبرد قليلا قبل التقطيع. وبكذا وصلنا لنهاية الوصفة. أتمنى تكونوا استمتعتم بالوصفة. اكتبوا لي في التعليقات، راح أكون سعيدة بالقراءة. شوفوا شكلها كيف مشهي وألوانها جميلة، تلائم الإفطار أو السحور أو سناك بعد التمرين. فضلا اشتركوا في القناة واضغطوا على زر اللايك حتى نبقى على تواصل مع بعض. أشوفكم في الفيديو الجاي، في أمان الله.